عايز موبايل اقتصادي جدا بسعر في حدود 2000 جنيه، شكله شيك ومن شركة كبيرة زي شركة ريلمي. بعد ما أسعار الموبايلات غليت يبقى مفيش غير ريلمي سي 30 اس. تعال أقولك على كل مواصفاته واحكم بنفسك في آخر الفيديو، هتشتريه ولا لأ؟ بص، بصراحة أنا عاجبني شكل تصميم الموبايل جدا، خاصة في اللون اللبني ده، وكمان اللون الأسود جميل مع الظهر المضلع، مع شكل الكاميرا اللي فوق. شكله كده موبايل سعره مش قليل. طبعا لو انت بتدور على موبايل اقتصادي يبقى يهمك شاشته تكون كبيرة. هنا الشاشة 6.5 بوصة، هي طبعا من نوع اي بي اس ال سي دي بمعدل كثافة بكسلات 270 بكسل للبوصة، معدل محترم جدا في التسعير ده. الجهاز جايب اندرويد 12 مع اخر واجهة خفيفة من ريلمي وهي يو اي جو. المعالج رباعي النواة مع معالج رسومي مش قوي تماما، ولكن الموبايل ده غير موجه للألعاب. ده موبايل ممكن تجيبه للمكالمات أو يكون موبايل احتياطي في الشغل ليك، أو لحد سنه كبير مش مهتم بالألعاب، بس هيفتح معاك التطبيقات العادية اللي بنستخدمها بشكل يومي زي الواتس وكده. كاميرا خلفية هتلاقيها كاميرا واحدة 8 ميجا بكسل، أنا راضي تماما بالرقم ده. بتدعم ال HDR وبتصور بجودة 1080 مع 30 فريم في الثانية مع فلاش ليد. السيلفي كمان 5 ميجا بكسل. من أقوى المميزات اللي ممكن تقنعك إن الموبايل ده عملي إن البطارية بسعة 5000 ملي أمبير ساعة كبيرة، ولكن الحلو ما يكملش لأن منفذ الشحن من نوع مايكرو يو اس بي. لكن هتتفاجئ بميزة جميلة جدا، ان البصمة مدمجة على زرار الباور مش في ظهر الجهاز، ودي كده مكملة شياكة الموبايل. وفي مميزات اضافية زي انه بيدعم راديو اف ام، وفي منفذ السماعة ال3.5 ملي، وكمان بيدعم الجي بي اس. كل المواصفات دي جاية بسعر قوي جدا، $100 امريكي، يعني 2300 جنيه بعد ارتفاع سعر الدولار في مصر. وده بالنسبة للنسخة ال 32 جيجا مع 2 جيجا رام. أنا شايف إن ده تسعير قوي جدا، والموبايل عجبني جدا خاصة في التصميم. وعايز أعرف رأيك في الكومنتات، يعني الموبايل أقنعك تشتريه ولا لأ؟ لو أنت بتدور على موبايل اقتصادي مستني رأيك في الكومنتات. ما تنساش تتأكد إن أنت ضغطت على زرار اشتراك في القناة لو بتحب تتابع آخر أخبار الموبايلات، ولو هتدعمني بلايك برضو أكون متشكر ليك جدا، وأشوفكم في فيديو جديد. سلام.